كيعاود لي الشيباني البصير بلي قال ليه داك المترجم اللي جا مع اللجنه ديال الاجانب بلي الناس مالين هاد الدار ماتوا مقتولين، والخرافه كتقول بلي كان ساكن هنا واحد شيباني هو مراته وعندهم 5 ديال البنات و3 ديال الدراري كلهم ساكنين هنا. داك الشيباني كان كيخدم في المنجم ديال الفوسفات في العيون. واحد النهار كان كيحفر وطاح في واحد الكنز، فاش لقاه ما صدقش عينيه، غطاه وخلاه حتى الليل. عاد باش مشى ليه وهزو خداه لدارو ودخلوه لبيت النعاس بدون علم حتى شي واحد من ولادو. واحد الصباح بنته الكبيره كانت كتخمم للدار شويه وهي كتشطب، ما عرفاتش كيفاش حتى لقات داك الصندوق فاش مخبي باها الكنز. تصدمات، ما عرفاتش باش تبلات، ما قدرتش تصدق عينيها وهي تجري عند خوها الكبير. قالت لي خويا لقيت واحد الصندوق عامر بالذهب في البيت ديال بابا. قال ليها كيفاش؟ قالت ليه كيف ما سمعتي. مشاو وعيطوا على خوتهم الاخرين وامهم، جاو وعراو داك الصندوق كلهم تصدموا. شويه جباهم وقال لهم بعدوا على رزقي، حيدوا كاملين، خرجوا عليا من داري. يلا ما لقيت حتى شي واحد هنا. شافوا حتى عياو وتحولوا للصالون، بقاو كيهضروا البنات والدراري وامهم كيفاش غياخدوا لباهم داك الصندوق. وهي تنطق واحد البنت منهم وقالت لهم غير بالضحك كون غير قتلناه وتهنوا منه. ملي سمعوا ديك كون غير قتلناه بقاو كيخنزروا في بعضياتهم وهي تنتقمهم. علاش لا؟ فكره زوينه وهو مريض وقريب يموت، علاش ما نهنيوش من المرض ونهنيو راسنا من الفقر؟ شافوا في بعضياتهم وبداو كيترددوا. في الاول شويه ومنطق واحد فيهم قال لهم انا كنحلم ندير دار على البحر وطوموبيله فرنسيه ونتزوج. وهو يقول نقتلوه وناخذوا الكنز، شنو فيها؟ اش غيدير به هو؟ قالت لهم هم صافي ملي نتعشاو ونديروا ليه الفانيت ديال النعاس في العصير باش ينعس وما يعقل على والو، وغناخذوا جنويه لواحد نغرسوها فيه باش نكونوا كاملين مشاركين في القتيله ديالو وحتى شي واحد ما يلوم الاخر. قالوا ليها الله يسخر. فعلا خلاو حتى لواحد الليله وحطوا ليه الفانيت ديال النعاس في العصير، شربوا ونعس في الطبله. جابوا الجنويه لواحد وقالوا نطعنوه في وقت واحد. فعلا ضربوه وقتلوه. باش يتجنبوا الشبهات دفنوه غير في الدار نيت في الطبق السفلي. مشاو لداك الصندوق ديال الذهب غنقسموه كاملين. وكتقول القصه من بعد ما قسموه كل واحد بدا كيفكر باش يقتل خوتو وياخذ الحصه ديالهم. وقالوا بلي واحد فيهم خدا الحصه ديالو وهرب فرنسا والباقيات تفرقوا في المغرب. كل واحد فيهم فين مشى. البنت هي وامها بقاو بوحدهم في هاد الدار. من بعد 3 ديال السنوات لقاو الجثه تاع خوهم الكبير معلقه في البيت ديال النعاس تاع الاب ديالهم في الدار، من بعد ما كان بعيد عليهم ب 500 كيلومتر من هنا. كيفاش حتى جا حتى شي واحد ما عارف. جاو السلطات وحققوا مع البنت اللي كانت ساكنه هنا، لقاوها ما على بالهاش بيه وعندها حاجه غايبه في الوقت اللي مات فيها خوها الكبير. امهم كانت عند ولدها اللي كان ساكن بعيد، ما جات حتى سمعات باللي ولدها الكبير مات. ولكن من بعد 4 شهور البنت تزوجت وجا معاها راجلها سكنوا هنا. من بعد اسبوع من زواجهم كان الراجل ديال البنت داخل الدار ولقى واحد القط خارج منها وفمو عامر بالدم. ملي دخل تفاجأ بالمجموعه ديال الجثث مقتولين ومقطعين في الدار ومشوهين باللي مشى ديكلارا بالمجزره اللي شافها. جاو السلطات وجابوا معاهم الاطباء للدار. ملي حققوا في الواقعه لقاو 6 ديال الجثث، وحده ديال الاخ الوسطاني و4 ديال البنات والام ديالهم. ولكن البنت اللي بقات في الدار من قبل لقاوها سخفانه في الصالون وفي يديها شاقور عامر بالدم. من بعد تحاليل لقاو سلاح الجريمه، يعني هي اللي قتلت خوها الكبير وامها وخوها الوسطاني و4 ديال خواتاتها، والسبب هو الطمع في الحصه ديالهم. يعني بقات هي والاخ الصغير اللي هرب لفرنسا. شدت في الحبس 50 سنه، ولكن دوزت فيها غير 10 سنين وانتحرت في الحبس. طعنات راسها في القلب، يعني ماتوا كاملين الا الاخ الصغير اللي مات هذه غير 3 سنين. ولكن المشكله في الموت ديالو، مات مقتول وحتى هو مقطع طرف طرف
ومن هنا بدات الاشاعات بلي الشبح ديال الاب ديالهم هو اللي لاحقهم وكيقتل فيهم انتقاما للمال والروح ديالو. المهم انا من بعد ما سمعت ديك القصه ديال السكان الاصليين ديال هاد الدار ومن بعد الاحلام اللي كتراودني حسيت بلي كلشي هادشي اللي قال هاد الاخ كان صحيح. مشيت وعاودت لمراتي داكشي وهي تهز المجمر والشبه والحرمل وبدات كتبخر في الدار وانا مشيت نخدم. فاش جيت في الليل دخلت بقينا كنتعشاو وهو يبدا ولدي الكبير كيهضر مع راسو بشي كلمات في شكل بحال الشلحه ولكن ماشي شلحه. فاش دويت معاه ما سمعنيش حتى انا تحركته عاد شاف فيا وقال لي انا غنمشي الناس بسلامه. فعلا مشى وسد عليه في بيته وحنا كملنا العشاء ديالنا. خديت البنات ودخلتهم لبيتهم وسديت عليهم نعسو وانا ومراتي مشينا للبيت ديالنا وبدينا كنهضروا على الدار واش بصح غتكون مسكونه بالجواد. بقيت كنهضر عليها حتى لواحد اللحظه حسيت براسي كندوي غير بوحدي. ملي شفت لجهه مراتي لقيتها نعسات وانا نتقلب للجهه الاخرى ونعست شويه. بديت كنحلم ثاني ولكن هاد المره كان الحلم في شكل الراجل ومراته وثلاثه ديال الوليدات ديالهم كيلعبوا في واحد الغابه كبيره. حسيت باللي بحال الا كنعرفهم ولكن ما ميزتهمش مزيان. شويه باللي الوقت بدا كيغيم عليهم وهو يخرجوا ليهم بزاف ديال الدياب. بداو تابعين ديك العائله وهما هربانين شدوهم الدياب وكلشي قطعوهم فلت فيهم غير الاب ديالهم فقط. فاش هرب الاب بداو الدياب كيغوتوا لدرجه حسيت بالغوات كان حقيقي لواحد الدرجه ما تصوروش. فاش فقت داك الصوت ما فرقش ودنيا فعلا كان الغوات في الواقع في قلب الدار. ملي درت لجهه مراتي لقيتها ما كايناش في الفراش. فاش نط بالجري كنعيط عليها امينه امينه فينك. بديت كنسمع صوتها بحال الا مخنوق وكتقول محمد محمد. بقيت كنقلب عليها وصوت الغوات ما فرقش الدار. فاش لقيت امينه لقيتها جالسه على ركابها في الصالون وعطياني بالظهر ودايرين بها الشموع.